وكانت مشاعر الغضب الأكبر عند الشباب. واستمرت المحاكمات من يناير لفبراير، وفي يوم 20 فبراير حكمت المحكمة العسكرية على أكتر من قائد بأحكام من 10 ل 15 سنة. وقصاد الأحكام اللي شافها كتير من الناس ضعيفة، خرج كتير من العمال في مصانع حلوان باحتجاجات كبيرة، وخروجهم دفع عمال في مصانع أكتر يخرجوا ويحتجوا، وردت عليهم الشرطة بالعنف، وتطورت الأحداث بسرعة. وفي 24 فبراير نزل الطلاب في مظاهرات في كل مكان، مظاهرات بدأت باحتجاجات على الأحكام الغير مرضية، واتطورت لمظاهرات ضد ناصر نفسه. وفجأة ناصر اللي من كام شهر الناس نزلت تهتفله بأنه ما يتنحاش، دلوقتي بقى مدان قصاد الشعب. وطلبت المظاهرات بمحاكمات جديدة، وعمل انتخابات برلمانية. وعلشان النظام يهدي الأوضاع، اجتمع مع الشباب رئيس مجلس النواب وقتها أنور السادات، وكان الاجتماع في مبنى المجلس، لكن الاجتماع ما انتهاش بحل، وطلبت الشرطة من الناس ما يتظاهروش. لكن طلاب الجامعات تاني يوم خرجوا بأعداد أضخم، وردت الشرطة بشكل أعنف. وفي يوم 26 فبراير قررت السلطات المصرية توقف الجامعات، وأمرت إن المحاكمات تبدأ من جديد. وبعدها الأوضاع هديت، وحاول عبد الناصر يعمل إصلاحات ببيان 30 مارس، واللي حاول فيه يجدد من المناخ الديمقراطي والسياسي في مصر، ويوحد قوى الشعب والجيش ضد إسرائيل، اللي قدرت في نفس شهر مارس للأسف إنها تكمل بناء خط بارليف بميزانية 500 مليون دولار.